لازم نقول ان الشخصيه دي كانت اخذت مننا بحث كتير قوي علشان نطلعها. كانت ما بين اكتر من فكر واكتر من تفكير كاسم كشكل. كان من ضمن اكتر من تجربه قدمها الاستاذ فواز، وكمان الاستاذ معروف حاول، ولكن طبعا الاستاذ فواز الاثنين ما يتخيلوش على بعض، بس الحقيقه اللي فاز كان هو استاذ فواز، لان كنا الموضوع فيه شورى كده بيننا وبين الشباب والكل كان له راي. فالاخ ده هو اللي كان فاز بالتصميم وطلع شخصيه مجنون. بعد كده فكرنا نحط اهدافنا، ايه مجنون دي احنا عايزين نعمل منها ايه. فالحقيقه لازم اذكر ان فكره تاسيس شركه تطلع كوميكس دي فكره شاب برضه. فالاستاذ هاني داس وهو شاب بيشتغل في الامارات في مجال الابلكيشنز والتطبيقات، اللي هو حاجه بالنسبه لي انا واستاذ فواز ما نفهمش فيها ابدا. يعني لما حد يقول لي هنطلع مجله كابلكيشن يعني ايه، ما احنا نعرف ورق وده اللي بنفهم فيه. فهو ورانا وفهمنا ان برضه المستقبل في مهم جدا عشان ننتشر بره مصر وبره المحيط الضيق. لازم ان احنا نخرج تكون تطبيق يقدر يوصل بسهوله لاي مكان في العالم. ففعلا بدانا نحط فكره شركه هتقدم مجنون وهتقدم مستقبلا وندي الاحلام بتاعتنا تايتلز اخرى زي مجنون في انواع ثانيه من الكوميكس. فحطينا رؤيتنا ان احنا عايزين نساعد الانفايرمنت كله بتاع الكوميكس. يعني احنا بنعمل ده مش عشان اصدار، احنا بنعمل ده وعندنا هدف ان احنا نساعد كل فنانين الكوميكس وكل كتاب الكوميكس، وان نعمل من دي صناعه ننهض بيها وتبقى حاجه تحسب لمصر وتتقدم في مصر وفي العالم العربي كله. يعني يبقى في بقى الانتاج بتاعنا احنا، مش كل حاجه في حياتنا هتبقى الغربيه والاجنبيه. الحقيقه انه هاني داس كان من الناس المتاثره جدا بماد الامريكيه، وواضح جدا ان هم في جيل معين من الشباب كان مقبل على ماد، خصوصا اللي بيقروا اللغه الاجنبيه ومتابعينها لانها بتقدم كل انواع السخريه في مناحي الحياه المختلفه من سياسه وحياه اجتماعيه وهكذا. فكان فكرته واقتراحه ان احنا نبتدي بكوميكس ساخر على غرار مات. وفعلا فكرنا في اسامي كتير جدا لمجنون، لفينا 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 وفي الاخر ما طلعناش غير ان هو مجنون. فاصبح مجنون له عندنا رؤيه ان احنا قلنا نقدم صناعه الكوميكس ونطورها، وان هو ينزل كاول ابلكيشن، كاول مجله تبقى ابلكيشن للتابلتس والايباد والاندرويد وبعد كده التليفونات كمان. ومين اللي معايا؟ شفت كده. وكانت الفكره ان احنا هنقدم كوميكس يحكي حكاياتنا بقى، يقدم افكارنا وحكاياتنا. فقدمنا فكره المجله مجنون انطلقت كاول مجله كوميكس على التابلت. وفعلا اول عدد منها نزل في فبراير، كان نازل مجانا. بعد كده كان حفل، صحيح احنا ابتدينا في فبراير لكن اطلاق مجنون كان من دبي. هو ليه؟ كانت الظروف كده، كانت في وقتها. احنا يعني عايزين نقول ان زي ما استاذه داليا قالت ان فعلا الدول العربيه دلوقتي فيها، يعني لبنان ودبي والامارات عموما، فيها نهضه وفيها تطور قوي جدا، وناس بتسعى على انها تعمل حاجه في المجالات دي كلها، مجال الكوميكس ومجال الانيميشن وهكذا. فلينا ان احنا نعرف يعني ان دبي هي اول دوله عربيه بتقدم الفيرجن بتاع كومي كون اللي هو بيبقى في امريكا وفي دول ثانيه، اللي هو المهرجان المهم جدا للكوميكس. بيستضيفوا فيه طبعا فنانين كوميكس من العالم كله، يعني حفل غير عادي ومهرجان رائع، يمكن اللي شافوا فيكم هيذهل من جمالها. ففعلا اطلقناها منها وبدات تتوالى، والحمد لله في كومي كون اللي حضرناه كان الاستاذ فواز معانا ضيف فيه، يعني ما هوش كان راح كجست من الضيوف اللي دعتهم كومي كون.
عملنا اعداد، وصلنا لنص، بعد ما وصلنا تقريبا كان نص الوقت 6 شهور او حاجه، لان هي قعدت سنه، وصلنا ل 30,000 داونلود. وصلنا لان قراءه المقالات والقصص اللي فيها وصلت لمليون، مليون مره قراءه. نقول بقى ان احنا النهارده وصلنا لايه. لما على اخر حاجه للتابلت كان واصلين ل 60,000 داونلود، واصلين انها كل حاجه فيها اتقرت 2 مليون مره. طبعا انا بقول الارقام دي وما بقاش مستوعبه ازاي بيحصلوها، لكن هو دي التقارير والحاجات اللي بتجيلنا من ابل وكده، يعني حاجات بتبقى موثقه، مش كلام بقوله يعني. هنتكلم بقى شويه عن المجانين ومين هم المجانين.